بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سيرة من نور. ما زلنا نحن وإياكم نقرأ من صحيح البخاري بطريقتنا التي اتفقنا فيها سويا، وهي إحياء السند والكلام على الرواه وتخريج الحديث وتتبعه من خلال ما ذكره الأئمة. وقد بدأنا من كتاب صحيح البخاري كتاب الإيمان، وقد وصلنا الحمد لله إلى حديث 23. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال الإمام رحمه الله تعالى كما تشاهدون في الشاشة: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. هذا الحديث مشاهدي الأكارم أيضا أخرجه الإمام البخاري في موضع آخر برقم 3691 بنفس هذا اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أعاد فأخرجه الإمام البخاري برقم 7008 في كتاب باب القميص في المنام. وأخرجه أيضا رحمه الله طبعا في كتاب التعبير باب القميص في المنام. كذلك أعاد تخريجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بنفس لفظ حديث الباب. وكذلك أخرجه أيضا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الرؤى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في رؤيا النبي اللبن والقمص، بنفس لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كذلك أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وشرائعه زيادة الإيمان، وبسنده عن أبي سعيد الخدري بنفس لفظ حديث الباب. كذلك مشاهدي الأكارم أخرجه الإمام الدارمي في مسنده قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، وذكره بسنده بنفس لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرؤى باب في اللبن والعسل وغير ذلك في النوم. كذلك أخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنتم تعلمون أن مسند الإمام أحمد يذكر الحديث من خلال أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم كل على حدة، فذكر هذا الحديث رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة في مسند
الصحابي الجليل سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل للحديث شواهد؟ الحديث له شاهد واحد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أو أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي وفيها ما يبلغ أسفل من ذلك، فعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. هكذا أيضا أخرجه الإمام أحمد في الشواهد بقوله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسقوط بيان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يضر في الحديث، فالصحابة كلهم عدول، وبالتالي الحديث الشاهد أيضا يعتبر شاهدا صحيحا. نعم، يعتبر شاهدا صحيحا. نعم، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وصحح هذه الرواية الشيخ العلامة شعيب الأرنؤوط، قال: إسناده صحيح رجاله ثقات. إذن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكره في كتابه في عدة مواضع كما ذكرنا، وهو برواية محمد بن عبد الله. الآن ننتقل إلى الرواة حتى نتعرف على هؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا هذا الحديث. قال محمد بن عبد الله أبو ثابت، لأن الإمام البخاري قال حدثنا محمد بن عبيد الله. فمن هو محمد بن عبيد الله؟ قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: هو محمد بن عبيد الله بن محمد بن يزيد ابن أبي يزيد القرشي الأموي مولاهم السلمي أبو ثابت المدني مولى عثمان بن عفان. النسب القرشي الأموي مولاهم السلمي المدني. توفي رحمه الله تعالى سنة 227. قال ابن حجر عنه: ثقة. الراوي الذي بعده هو إبراهيم بن سعد الزهري، الاسم إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، والد يعقوب بن إبراهيم وسعد بن إبراهيم. الشهرة لا يوجد، وهو نسبه قريشي زهري مدني بغدادي. توفي رحمه الله تعالى قيل 182 وقيل 185 وقيل غير ذلك. حكم ابن حجر عليه، قال رحمه الله تعالى: ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح. وهذه من أمانة ابن حجر رحمه الله تعالى في ذكر ما قيل في الرواه. الراوي الذي بعده هو صالح بن كيسان المدني، الاسم صالح بن كيسان المدني أبو محمد، ويقال أبو الحارث، مولى بني غفار، ويقال مولى بني عامر، ويقال مولى آل معيقيب الدوسي. النسب المدني الدوسي الغافري مولاهم. الشهرة لا يوجد. الوفاة توفي رحمه الله تعالى 130 من الهجرة، وقيل 140 وقيل 100 بعد 40 أيضا. حكم ابن حجر عليه أو حكم ابن حجر عليه في تقريب التهذيب، قال: ثقة ثبت فقيه. ثقة ثبت فقيه. صالح بن كيسان المدني ثقة ثبت فقيه. عن الزهري رحمه الله تعالى هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن منى بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري أبو بكر المدني الحجازي. زأمة
عائشة بنت عبد الله الأكبر بن شهاب. النسب الزهري القرشي المدني الحجازي، الشهرة الزهري، الوفاة قيل سنة 125 وقيل 124 من الهجرة، وهو قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته. الله أكبر. هذا الإمام الزهري رحمه الله تعالى الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته. يا سلام. إذن هؤلاء هم رجال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وما زلنا نواصل. قال أبو أمامة بن سهل الأنصاري، الاسم هو أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصاري الأوسي أبو أمامة المدني، وقيل سعد وقيل اسمه كنيته، وإنما يعرف بالكنية. وأمه حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه. أمه حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة. النسب الأنصاري الأوسي المدني، شهرة أبو أمامة. الوفاة سنة 100 من الهجرة. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فيه: له رؤيا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. له رؤيا يعني هذا صحابي ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأحبحر خضرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي المدني أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. النسب الأنصاري الخزرجي الخدري رضي الله تعالى عنه. الشهرة أبو سعيد الخدري، معروف بأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. توفي قيل سنة 36 وقيل سنة قيل سنة 63 وقيل 64 وقيل 65 وقيل 74. حكم ابن حجر في التقريب قال له صحبة، وهذا صحابي جليل. والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. إذن هذا هو رواية الإمام، هذا هو شرح هؤلاء الرواة ورجال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث، لنبين أن الإمام البخاري لا يأتي يعني في صحيحه إلا الأحاديث الصحيحة من الرجال الموثوق بهم، وهذا فيه رد على من طعن في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه يتحرى تحريا دقيقا. وهنا في هذا الدرس نتبرك أولا بالدروس العلمية، ثم بذكر هؤلاء الصالحين الأئمة وذكر مكانتهم وذكر ما قام به أهل الفضل والخير من تراجم وبيان أسمائهم وأخبارهم، وكذلك حكم أهل الجرح والتعديل فيهم، ثم نترحم عليهم فرضي الله عنهم أرضاهم وجزاهم الله عنا فيما قدموا لنا من خدمة هذا الدين. الحديث. أما شرح الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس. طبعا لا يخفى على شريف علمكم أن رؤى الأنبياء حق، وهي وحي، هي إحدى أنواع الوحي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، كما لا يخفى عليكم، فالأنبياء تنام أعينهم ولا ينام أو لا تنام قلوبهم. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام الناس، رأى في المنام الناس وعليهم قمص، يعني الناس في لباس. الموضوع موضوع مقام الناس في لباسهم. قال: منها ما يبلغ الثدي، يعني اللباس يكون قصير جدا يبلغ الثدي فقط، ومنها ما دون ذلك أقل. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، معناه أن القميص الذي يجره وهو الذي يكون عليه، يعني القميص هو الذي يكون عليه فتحة وينسدل إلى أسفل القدمين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في هذا المنام يجر ثوبه،
يجر ثوبه. قال: فما أولته يا رسول الله؟ قال: أولته بالدين. وهذا يدلك على تفاوت الناس في استقامتهم في دينهم، في تقواهم، في اختلاف إيمانهم. ولذلك هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وهذا أيضا مشاهد، فتجد في البيت الواحد من يحافظ على صلاة الفجر جماعة بين المسلمين، وتجد من يؤخر هذه الصلاة حتى يكاد أن يخرج وقتها ثم ينقرها سريعا، وتجد بعضهم لا يصلي صلاة الفجر أصلا لا في المسجد ولا في البيت إلا بعد خروج وقتها، يتوضأ يصلي ثم يذهب إلى عمله. وبعض الناس لا يصلي أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مثال بسيط لتفاوت الناس في دينهم. فبعضهم يبلغ دينه يعني قليل جدا، قليل، وهذا يدل على ضعف الإيمان. والواجب على الإنسان أن يجتهد بالأعمال الصالحة حتى يرفع إيمانه قبل أن يدخل قبره فيقول: رب ارجعون. فيحذر الإنسان من هذا الأمر. وقد أشار ربنا عز وجل إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا الظالم الذي يضيع حقوق الله ويقصر في دين الله، ويأتي يعني بالواجبات أو يأتي بالفرائض فقط، ولا يهتم بالنوافل ولا يهتم، وربما أصلا قصر في الفرائض. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد هو الذي يأتي بالفرائض ويحافظ عليها ولا يلتفت إلى النوافل ولا يجتهد في أمرها، فهذا أيضا حقيقة فيه على خطورة. ثم قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا هو غالب الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال ربنا عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالسابقون السابقون الذين يعني أعانهم الله عز وجل لعمل الخير هم في الغالب في الصحابة كثر، وفي التابعين أيضا كثر، وفي تابع التابعين أيضا كثر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وشك الراوي هل زاد الثالثة أو لا. وبلا شك أن كل ما كانت القرون قريبة من قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون قريبين جدا أيضا من الإيمان والتقوى والصلاح، لأن خبر السماء قريب منهم. في زمننا هذا الحقيقة مع الأسف ضعف الإيمان كثير جدا في أوساط المسلمين، مع الأسف السابقون منهم قلة، وينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فأمة محمد هذه التي هي في آخر الزمان السابقون منها من أهل الخير والفضل قلة. ولذلك أنت حينما ترى عالما زاهدا تقيا ورعا أو عابدا صالحا بعيدا عن القاذورات والمعاصي والذنوب ومجتنبا للكبائر، تقول هذا من بقية السلف، كالشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ الإمام القرضاوي، والشيخ الألباني، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين، والمشايخ الذين قضوا نحسبهم من بقية السلف طاعة لله عز وجل واستقامة. هؤلاء هم من أهل الدين ومن أهل الطاعة والاستقامة، كانوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. لكن اليوم الذين خلفوهم مع الأسف الله المستعان أصابهم من الضعف، وأصابهم من يعني الوهن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت إلا من رحم الله. شاهد أننا نقول أن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد
أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإنسان عوامل زيادة الإيمان في قلبه مشاهدي الأكارم تكون بالوعظ والإرشاد والتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وغالب ما يذكر به القلب أو يتذكر به القلب هو قراءة القرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والمؤمنون والحمد لله وإن كان فيهم ما فيهم من الضعف إلا أنهم حقيقة فيهم إيمان، عندهم قلوب يعني ترق لكتاب الله عز وجل. أنت أحيانا تشاهد هنا في تركيا بعض النساء العرايا تجدها وهي في عريها كاملا، إذا أذن المؤذن تدخل المسجد من أجل أن تصلي. وفي مساجد تركيا في داخل المساجد يجهزون لهؤلاء الفتيات والنسوة بعض الحجاب وبعض الرداء لتتستر حتى تقف بين يدي الله عز وجل. أنت تتعجب كيف هذه تتصور أن عندها إيمان يجعلها توقف أعمالها فتدخل المسجد وتلبس الحجاب وتصلي الفريضة ثم تخرج وتعود إلى ما كانت عليه من التفسخ والتبرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن حقيقة كونها تحافظ على الصلاة لعل هذه الصلاة تنهاها في يوم من الأيام. إذن في الناس خير ولا نفقد الأمل، وإن كان يعني إيمانهم ضعيف نتيجة للحروب الصليبية والضغط على المسلمين وإسقاط الخلافة الإسلامية ومحاربة الحجاب ومحاربة العفة والسعي إلى فسق إلى تفسيق الناس وإخراجهم. هذا ربما يكون هناك يعني عذر لهؤلاء الذين غزتهم العلمنة وغزاهم الفكر اليهودي الصهيوني. على كل حال الحديث واضح لا يحتاج إلى توضيح. وفيه أيضا فضل الإمام خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلو كان بعد رسول الله نبي لكان عمر، ولا يخفى على شريف علمكم ما كانت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان شديدا في دين الله عز وجل. ففي الحديث أرحم الناس بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر، فكان عمر إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. هذا الحديث فيه فضل عمر. والوحي لم يعني يتطرق لأحد من الصحابة إلا لعمر بن الخطاب لبيان مكانة دينه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا عمر إذا قيل له ذلك كان يبكي رضي الله عنه وأرضاه، ولا يجعله يتعاظم أو يتكبر أو يضمن دخول الجنة، كلا، فإن هذا كان يزيده خوفا وخشية وخضوعا لله عز وجل. بهذه الشهادة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر كان هذا يزيده تقوى وصلاحا. عمر عجيب، عمر يحتاج أن الإنسان يدرس ويدرس سيرته للأمة ولنفسه ولأهل بيته مرارا وتكرارا. ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب الحياء من الإيمان. وذكر بسنده كما تشاهدون في الشاشة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب باب الحياء. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء وهو يعاتب في الحياء
يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. كذلك أخرج هذا الحديث أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده في كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، وذكر هذا الحديث الحياء من الإيمان. وكذلك أخرجه الإمام أبو داود السجستاني في سننه، قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه بلفظ حديث الإمام البخاري، بلفظ حديث الإمام البخاري، ذكره رحمه الله تعالى في أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الحياء من الإيمان. كذلك أخرج هذا الحديث الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الإمام شرائعه الحياء، وبسنده قال دعه فإن الحياء من الإيمان، لفظ الإمام البخاري أيضا. وكذلك أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى بسنده عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. يختلف هذا اللفظ عن لفظ الإمام البخاري إن الحياء شعبة من الإيمان. نعم. وأخرج هذا الحديث كذلك الإمام مالك في الموطأ بلفظ حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وكذلك أخرج هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، في مسند عبد الله بن عمر بلفظ الحياء من الإيمان. وكذلك أخرجه أيضا في عدة مواضع، وآخرها قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه من الحياء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا هو تخريج الحديث، أخرجه إذن الأئمة الكبار كما لاحظتم ورأيتم. هل لهذا الحديث شواهد؟ نعم، له شاهد عند الإمام البخاري ومسلم وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحم الله الجميع. أما رواية الإمام البخاري في هذا فقد رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك نعم حديث الباب الذي معنا كذلك أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا بلفظ الإمام البخاري الإيمان 79 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. كذلك أخرجه في الشواهد أيضا كذلك أخرجه في الشواهد أيضا الإمام مسلم بلفظ الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ورواه أيضا أبو داود كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
بلفظ الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. نعم، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وأخرجه أيضا الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، في أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرجه أيضا النسائي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة باللفظ السابق في كتاب الإيمان وشرائعه، ذكر شعب الإيمان، ذكر شعب الإيمان، وأعاد أيضا ذكره من حديث أبي هريرة كذلك في كتاب الإيمان وشرائعه بلفظ الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك النسائي أيضا أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتاب ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة باللفظ السابق. وكذلك أيضا أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا شاهد ثالث من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار والجفاء في النار. نعم، هذه هي شواهد حديث الباب، وبهذا نكون نحن قد أتينا على الحديث لمن خرجه، وكذلك أتينا أيضا على الشواهد. نهدي الآن إلى رواة هذا الحديث، وسبق أن تحدثنا عنهم، وهم قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، شرحنا وحدثنا وقال أخبرنا مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة معروف، وعن ابن شهاب هو الإمام الزهري معروف أيضا إمام، وسالم بن عبد الله. نأتي إلى سالم بن عبد الله، ربما لم نذكر من هو سالم. سالم بن عبد الله بن عمر العدوي، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر، ويقال أبو عبد الله ويقال أبو عبيد الله المدني الفقيه النسب القرشي المدني، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 105 وقيل 106 وقيل 107 وقيل 108. وكما تلاحظون سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب جده جد سالم، وسالم ابن عبد الله بن عمر معروف كله نسب ما شاء الله طاهر طيب مبارك، فسالم هذا جده عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر تعرفونه عن الإمام أحد العبادلة وأحد أئمة الصحابة رضوان الله عليهم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن العزة بن عبد العزة ابن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب العدوي القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي المدني، أمه زينب بنت مضعون. النسب القرشي العدوي المكي، الشهرة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. توفي سنة 73 وقيل سنة 74 رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى فيه في تقريب التهذيب: أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، رضي الله عن عبد الله بن عمر. إذن هذا هو حديثنا. أما بالنسبة لحديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار يعظ أخاه في الحياء وكأنه يذمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. تعريف العلماء للحياء هو خلق يبعث إلى محامد الأمور. الحياء هو خلق يبعث إلى محامد الأمور وينهى عن سفاسفها.
وينهى عن سفاسفها وعن ما يخجل منها. هذا الحياء هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، ومعروف لدى كثير من الناس معنى الحياء، فإن فلان حيي، يقال فلان حيي أي أنه ليس بجريء، والحياء يمنعه من كثير من التصرفات المشينة، فهذه نعمة من الله، لأن الحياء في بعض الأحاديث كله خير. الحياء في بعض الأحاديث كله خير. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. نعم. وقد جاءت الشريعة بالدعوة إلى مكارم الأخلاق، ومنها الحياء. وذكر الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم إلى ما يدعو إلى الحياء. فهذا الإمام البخاري يذكر بسنده كما قلنا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وشعبة يعني شعبة واحدة. هذا الحياء العظيم والعمل الكبير يعتبر هو شعبة من 76 شعبة أو 69 شعبة. وهذا الحياء كذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن الحصين أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا يدل ويؤكد أن الحياء كله خير. فإذا كان لديك من الأبناء ومن الإخوة والأخوات من يستحي، فاعلم أن هذه نعمة من نعم الله آتاه الله إياها، فشجعه عليها. نعم. كذلك ورد في الحياء قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت لكم: الحياء كله خير. الحياء كله خير. وورد أيضا عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبزار بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا حديث عظيم يدعو إلى الستر، لأن الستر من الحياء. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير، وهذا اسم من أسماء الله عز وجل الستير. فالله سبحانه وتعالى هو حيي، يعني صفة الحياء الطيبة فيه كما تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهو أيضا ستير يستر العيوب سبحانه وتعالى، صيغة مبالغة. وأما لفظ ستار أعتقد لم يصل حسب علمي القاصر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ستير فهو اسم من أسماء الله عز وجل كما في هذا الحديث. يحب الحياء والستر، وهذه صفة المحبة أيضا تثبت لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يحب مكارم الأمور ومعاليها، ويكره سفاسف الأمور وقبيحها. فهنا قال: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ولهذا لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اليوم كيف تعرت النساء وكيف تعرى الرجال وكيف قل الحياء، لكان حقيقة من الهم والغم ما أصابنا نحن اليوم أيضا، كما تلاحظون في ضعف الإيمان، وكما تلاحظون
في انتشار الفساد، وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. مع الأسف الشديد اليوم حتى في أوساط الناس الطيبين تجد المرأة قد قل حياؤها، فتكون جريئة في مخاطبة الناس، وتكون جريئة في مخاطبة الرجال والاختلاط بهم، وتظن أن هذا من الحضارة ومن التقدم ومن حقها ومن أنها لديها صفة من صفات الشجاعة والجرأة، وهذا والعياذ بالله مخل بحياء المرأة ومخل بجمالها. كذلك تجد كثير من الناس وبالذات من الشباب اليوم الحياء لا يمنعهم في كونهم يسرحون شعورهم على ما يسرحون به الغرب، ويتشبه بالغرب، ولا يستحي أن يكون ذلك أن يقف بين يدي المجتمع فيأتي في شعر يعني محلوق من جهتين، وهناك شعر باقي بشكل مقزز وبشكل غير مرضي، وهذا كله من الشبه، ويرى أن هذا من حقه وهو حر في ذلك ولا تشدد علينا ولا ذلك. وهذا حقيقة داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا بلاد الغرب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله عندهم أندية تسمى أندية العراة، وشواطئهم عارية، وأيضا أماكنهم كلها والعياذ بالله مليئة بالفساد، لأن ليس بعد الكفر من ذنب، ليس بعد الكفر من ذنب. لكن المحزن أن يأتي المسلمون فيتشبهون بهم ويقلدونهم، سواء كان من قبل الشباب أو الشابات. هذا هو المحزن، وهذا أيضا يدل على أن في قلوبهم محبة لهم، وإلا لو لم يكن هناك شيء من المحبة والإعجاب فكيف الفتاة تتعرى لأن فلانة من الغرب تعرت، والعياذ بالله تكشف عن سوءتها وعن جمالها، وتكشف عن شعرها وعن صدرها، وترى أن هذا تقدم. هذا والعياذ بالله يعني مؤذن بشر ومؤذن ببلاء لمثل هؤلاء الفتيات، نسأل الله تعالى أن يرزقهن التوبة. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل يغتسل في العراء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا اغتسل أحدكم فليستتر. والواجب على المسلم أن يحفظ عورته إلا من زوجته، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنموا الحياء في أخلاقكم، وحاولوا أن تكسبوا هذا الخلق العظيم، فإن فيه أجر كبير عند الله عز وجل، وهو شعبة من شعب الإيمان التي يزيد بها الإنسان إيمانه ويتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيي، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. هناك مواقف تثبت ذلك، ومنها ما ذكرناه سابقا لما تزوج بأم سلمة وأراد أن يدخل عليها ليقضي حاجته، كان يجد عندها طفلتها من أبي سلمة، وكان يستحي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها فتخرج أم سلمة، حتى جاء عمار بن ياسر فأخذ الطفلة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله فقضى حاجته. هذا من شدة حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحياء ويرزقنا الستر ويرزقنا الأخلاق الطيبة المباركة التي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، حتى ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير
وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا، فسيل الضيم في دمنا غزير.